الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكافح وجاهد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن هذه الدنيا هي دار ممر وأن الآخرة هي دار مقر، فتزودوا من ممركم لمقركم وتأهبوا لعرضكم على ربكم، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الأخوة الأعزاء، في هذا الأسبوع قد سمعتم ما قام به أحد حكام الهند من إساءته لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه الجمعة الروابط العلمائية والجمعيات الإسلامية جعلوها يوم قبض لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان في أنحاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونحن جزء من هذا الأمر. لماذا يسيئون إلى نبي الرحمة تكرارا مرة تلو الأخرى؟ لماذا يفعلون ذلك ويعرفون أن هذا الرسول الكريم شخصية عظيمة مرت في هذا التاريخ، أعظم شخصية عرفتها البشرية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فعندما يسيئون إليه يسيئون وهم لا يحترمون مشاعر المليار من المسلمين. فكان هذا الشعار هذا الأسبوع قبضة مليار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا رسول الله يا مودي، هذا الذي يعبد البقرة ويتخذها إلها من دون الله يريد أن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. الذين يقومون بهذا الأمر لا ينالون من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما ينبهون أتباعه ويقولون يا أيها النائمون ما لا تستطيعون أن تفعلوا تجاهنا ونحن نقول في نبيكم ما نشاء. فالمسلمون ردوا في ذلك، ونشكر الإخوة في بعض دول الخليج عندما قاطعوا البضائع الهندية في مستودعاتهم حتى يخسروا، لأن هؤلاء لا يعرفون سوى مصالحهم المادية ولا يحترمون مقدسات المسلمين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين ولهم عذاب أليم. أيها الإخوة الأعزاء، الله سبحانه وتعالى سينصر نبيه ولا شك في ذلك، فقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله هو الذي سيكفيه، والله يعصمك من الناس، إن شانئك هو الأبتر. لا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكنهم يذكروننا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نفيق من غبوتنا وأن نلقي جانبا الاختلافات الداخلية فيما بيننا. فيا أتباع محمد ويا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين،
اتركوا الخلافات الداخلية بين المسلمين، لأن رسولكم يتعرض ما يتعرض من إساءات في أماكن مختلفة من العالم. فعلينا أن ننتبه وألا نجعل الخلافات الداخلية بين المسلمين هدفا، فالمسلم أخو المسلم. ليس الأمر في هذه الأيام، القضية أكبر من اختلافات المسلمين فيما بينهم، لأننا نواجه حربا شرسة يريدون اجتثاث الإسلام من جذوره، ولكن وعد الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الرسول صلى الله عليه وسلم مر في مرحلة كان في أضيق أيامه، دخل في جحر وليس معه أحد إلا صاحبه، والذين كانوا يريدون القبض عليه وصلوا إلى الغار، فنظر أبو بكر إليهم فرآهم فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ القرآن يصور لنا كيف كان الوضع في ذلك اليوم، ولم ينالوا من رسول الله شيئا. والآن مطالبون نحن معشر المسلمين أن ننصر رسولنا صلى الله عليه وسلم والدفاع عن عرضه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا وعد الله. فأين أنت أخي المسلم؟ أين موقفك تجاه هذا الأمر؟ نشارك بما يقوم به المسلمون من قبضة لهذا اليوم، قبضة الجمعة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وشعبنا شعب متدين بطبعه، شعب غيور لدينه، شعب محب لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقبل ذلك ونرفض ذلك ونشجب ذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد الأمة الإسلامية حتى يدافعوا عن عرض نبيهم وحتى يرفعوا راية الإسلام. فالإسلام سينتصر بإذن الله، والله قادر على ذلك. ولكن الابتلاءات والامتحانات من المسلمين حتى يأخذوا دورهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا من باب الابتلاء ومن باب الاختبار. هؤلاء فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا، فماذا أنتم فاعلون أيها المسلمون؟ الأمر هكذا. أما دين الله هو محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمؤمنون سينتصرون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هزمنا معشر المسلمين وأوتينا من داخلنا عندما جعل علينا أبناء من جلدتنا ويتحدثون بلغتنا ولا يغيرون لدينهم ولا يدافعون عنهم. فالشعوب الإسلامية في كل مكان تريد أن ترفع راية الإسلام، ولكن أعداؤنا جعلوا بأسنا بيننا. هذا يحرض على ذاك من قوميات، أنت القومية الفلانية وذاك من القومية الفلانية، وهذا من الدولة الفلانية وذاك من الدولة الفلانية، وبينكم أعداء مستمر. من الذي قال ذلك؟ القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة، والرسول الكريم يقول المسلم أخو المسلم، لا لون يفرقنا ولا عرق يمزقنا، فكل عباد الله إخواني، فالمسلم أخو المسلم. هكذا نريد أن نكون. فإذا ما فعلنا ذلك حينئذ لا يستطيعون أن يتعرضوا لديننا ومقدساتنا. أما إذا عشنا في هذا الوهن وهذا الضعف فهم يفعلون ما يشاءون ويتحدثون ما يشاءون،
فنحن آثمون في تقصيرنا لنصرة هذا الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الناس اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا وآمرا حكيما.